شايفين بقى طاجن اللحمه العظمه ده؟ شويه لحمه ببصل كباب حله، يعني بتعمليهم بطريقه سهله جدا. بس انا كنت عايزه اعمل شوربه للحمه، كنت محتاجه شويه شوربه، فهقول لكم الطريقه بقى اللي تخليني اسلق اللحمه وفي نفس الوقت اعملها وتبقى خطيره كده، بجد تحفه. كنت عايزه طبعا الشوربه عشان اعمل شويه باميه ورز، وكنت عايزه اعمل خضار بقى عشان انا عندي شغل تاني يوم. يلا بينا اقول لكم انا بعمل اللحمه العظمه دي ازاي. اول حاجه طبعا بحط الحله على النار وببقى مقطعه اللحمه التقطيعه اللي انا عايزاها. انا بحب اقطعها وسط يعني، ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي، قطع صغيره كده. بس مش مكعبات يعني، مش صغيره، حلوه يعني. المهم بحط معلقه كبيره من الزيت ومعلقه سمنه بلدي. طبعا السمنه البلدي بتخلي ريحه اللحمه حلوه كده، وبتديها كمان تشويحه حلوه جدا. ودي طبعا طريقتي برضو في سلق اللحمه. بقوم حطاها كده على نار عاليه، نار عاليه قوي، وبسيبها على النار عاليه دي لحد ما تاخد لون. النار العاليه دي هتخليها تتحمر وتاخد لك اللون العظمه ده من غير ما تنزل ميتها. يعني الناس بقى اللي بتقولي إيه اول ما بحط اللحمه بتبتدي تنزل ميتها ومش بتديني اللون ده، لو حطاها مبلوله يعني فيها ميه، او حطاها على نار واطيه، او نزلت بدرجه حراره النار. لازم كله على نار عاليه. وطبعا حطي التوابل الناشفه اللي انت بتحبيها، ورق لورا عندك، حبهان، لو عندك فص مستكه دوبيه في السمنه البلدي هيديكي ريحه خطيره لحد ما هتاخد معايا لون كويس قوي. لان انا كمان عايزه اتوصى باللون اللي هي هتاخده، عشان انا عايزه اعملها ببصل، فعايزه يبقى فيها سنه الكرمله، يعني تبقى اللحمه كانها متحمره. شايفين تحمير اللحمه في معلقه السمنه دي هتديكي بقى ريحه وطعم، بجد لحمه يعني هتبقى بتدوب في البق، لان هي مش هتنزل ميه خالص وتحتفظ بالعصاره بتاعتها. اول ما تاخد معانا بقى اللون الحلو كده بالشكل ده، ببتدي بقى انزل بالشوربه بتاعتنا الميه لحد ما تبتدي تغلي، واغطي عليها النار لحد ما اللحمه تخش على سوا. انا بعد ما غليت وحطيت عليها النار وقعدت نص ساعه واستوت معايا وبقيت تمام قوي. نزلت عليها برشه من الملح، وبعدين ابتدي اجهز البصل بتاعها. تقدري طبعا تجهزيه في نفس الحله. بجد يا جماعه طعمها كان حلو جدا جدا، والشوربه فوق الخيال. هبتدي بقى اقطع بصل كده شرايح، كميه البصل زي ما بتحبيها. انا بحب البصل كتير، وكان عندي بصل احمر، لو عندك ابيض ينفع. بس البصل الاحمر في الوصفه دي بيخلي طعمها حلو قوي، عشان التسكيره اللي في البصل دي بتخلي بقى اللحمه كده يعني بصراحه مكرمله وطعمها حلو قوي. بقطعهم شرايح كده زي ما انت شايفه. انا كان معايا تقريبا من 4 ل5 بصلات كده بحجم وسط. وتقدري تقطعي كميه البصل اللي انت عايزاها. ببتدي افكه من بعض ومعلقه سمنه بلدي كده على النار، وببتدي احط البصل بتاعنا، بنزل عليه طبعا برشه ملح عشان يبتدي ياخد معايا لون بشكل اسرع. انا هسيبه يدبل بس، يعني انا هخليه ياخد اللون مع اللحمه عشان يتمكسوا مع بعض كده والطعم يطلع لك خطير. هقلبهم كده تقلبتين، وبعدين بقى هبتدي انزل باللحمه بتاعتنا. بس قبل اللحمه لو عندك دبس رمان، معلقه كبيره من دبس الرمان، وده السر اللي هيوديلك اللحمه في حته تانية خالص. انا ما كانش عندي دبس رمان، وحطيت معلقه من العسل الابيض وعليها معلقه خل. لو عندك ده ينفع، ولو ما عندكيش ده ينفع. دبس الرمان بيخلي لونها وطعمها بجد خطير. بس للاسف فتحت التلاجة ولقيتها الازازه خلصانه، فاستخدمت البديل بقى بتاعهم ونزلت عليهم باللحمه، وابتديت بقى اشوح فيهم كده. طبعا هبهر اللحمه بقى بالفلفل الاسود وبهارات اللحمه، ونزلت عليها بنص معلقه من الثوم المفروم. حسيت ان هي محتاجه كده نص معلقه من الثوم المفروم، هتدي طعمها يخليه خطير. انا كنت ناويه احط الطاجن ده في الفرن، وبعدين بقى جالي ضيوف كده على فجأة وقلت مش هنحطه في الفرن، وهبتدي اقدمه على طول. نزلت عليه بقى حامي وفلفل رومي، ولو عندك فلفل الوان حطي بيبقى حلو قوي. نص معلقه من هريسه الشطه، وما كانتش حاميه قوي وادتني طعم بصراحه حلو، يعني انا بحبها. واول ما الطاجن ابتدى يخش في بعضه كده والصينيه طعم اللحمه فيها يبقى خطير، هنقدمه بقى. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو عشان بيفرق جدا في الفيديو. كمان تقولوا لي كومنت حلو كده، وتصلوا على النبي في التعليقات. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وطبعا كنت عايزه الشوربه عشان اعمل بيها شويه باميه، كانت بصراحه تحفه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وباي باي.